ورجعنا لكم فيديو جديد على قناة ريفيو تك. معاكم محمد ابو اليزيد. ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبألف خير. في الفيديو بتاع النهارده انا جايب لك برودكت جامد قوي، هنعمل له انبوكسنج مع بعض ونتفرج عليه سوا، وهو البوم ستاند. باختصار كده الستاند ده بالظبط زيه زي الترايبود اللي انت بتثبت عليه الكاميرا، ولكن ده فيه ميزة انك ممكن تحطه هنا جنب الترابيزة ويجي كده من فوق على شكل حرف ال زي السي ستاند بالظبط، وتحط فيه كاميرا من فوق وتصور البرودكت بتاعك. هينفعك لو انت بتعمل مثلا انبوكسنج لبرودكتس، او لو انت بتقدم محتوى عن الاكل او الطبخ او هكذا، بتبقى محتاج انك تصور من فوق بطريقه بروفيشنال. فالبوم ستاند ده او السي ستاند ده هيخليك تعمل كده. وخليني قبل ما اخش معاك في تفاصيل الفيديو اعرفك ان الستاند ده سعره حوالي 1200 جنيه، فهو بيقدم قيمه ممتازه مقابل السعر بتاعه. فهنعمل له انبوكسنج مع بعض ونشوف مميزاته وعيوبه على السريع. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب علشان نعرف نعمل انبوكسنج للستاند ده، بصراحه هو كبير شويتين. هو هنا عليه الصور بتاعته، يعني هو بيبقى عباره عن ستاند في الارض وجزء تاني راكب فيه كده. اللي بيميزه الطول بتاعه، هو طويل قوي بيوصل لحوالي 3 متر، فبصراحه الارتفاع بتاعه عالي قوي. طيب تعالى بسم الله كده ايه نفتحه مع بعض. انا بس مش عارف الكادر اذا كان هيوسع لكل ده ولا لا. اوكي ماشي. ده اسم البراند، اسمه جنرال ده يعني هو براند صيني بس بيعمل برودكتس لذيذه سعرها رايق في السوق المصري. اول حاجه الستاند بيجي محطوط في الكفر بتاعه، والكفر ده بسوسته، وممكن كمان يعني ممكن تعلقه على ظهرك مثلا لو انت بتخرج تصور او كده. ميزه الستاند ده ان هو بس مش بياخد كاميرات، او مش بيتعلق عليه كاميرا بس، ممكن تعلق عليه الموبايل بتاعك، ممكن تعلق عليه اضاءه هيد لو انت عندك اي اضاءه ممكن تعلقها على الستاند. نفتح كده هتلاقي فيه كذا حاجه بتيجي جوه الشنطه بتاعته. ده الكفر بتاعه ماشي. ده الستاند نفسه اول حاجه خليه هنا، وده جزء تاني كده بيجي معاه هنتكلم عنه كمان 3 دقايق، خليه على جنب ماشي. اول حاجه الستاند بيجي متغلف في كيس، هو بس ايه طويل شويه، الكادر مش جايبه كله طبعا، فاحنا ايه لازم ننيمه على الترابيزه كده، بس احنا ايه بس ناخد بالنا لان الترابيزه ازاز ماشي. اول حاجه من حيث البيلد كواليتي، ده مصنوع من مواد معدنيه كده، مش عارف بصراحه اذا كانت ستانلس ستيل ولا ايه، بس مطلي بلون اسود مط كده شكله جميل قوي. عندك هنا بكره بتفكها علشان تقدر تفرد الستاند. ده الجزء اللي بيبقى محطوط على الارض ماشي كده اهو، ده الجزء اللي بيبقى على الارض. بعد كده في جزء طويل، عمود طويل فوق، لكن انا عايز اوريك بس عباره عن ايه قبل ما نقوم من مكاننا ماشي. اما بتفرد الجزء ده، عندك هنا بقى كذا لوك تانيين بتفك ده، تقدر انك تطول الستاند ماشي اهو كده، بتفكه وبتقفل اللوك ده علشان الجزء اللي انت طولته يبقى مفتوح ماشي. عندك كمان لوك تاني اهو، ده بقى تفتحه خالص لغايه ما بيطلع من جوه كده، يعني هو بيخش جوه الماسوره التانيه، ماسورتين بيخشوا جوه بعض، انت بتفكه لغايه ما يطلع من الماسوره دي، وبعدين بتروح تاني الجزء ده اهو، فبقى عندك عامل كده حرف تي اهو. عايزك بس يبقى باين معاك في الكادر حرف تي. لا هو الستاند مش بالطول، هو بيبقى بالعرض كده اهو، بس ممكن تربط دي عليه اهو كده. احنا ثبتنا دي وعايزين نثبت، بس وزنه تقيل قوي يا جماعه بصراحه، يعني هو بتاع تقريبا 3 كيلو او حاجه زي كده، بس كده احنا ثبتناه. فالجزء ده بيبقى محطوط على الارض جنبك، الجزء ده بيبقى جاي من فوقك كده، يعني مثلا هو لو محطوط على الارض هنا يبقى كده وكده، وهنا فوق بنثبت الكاميرا بتاعتنا. ممكن الحديده دي وزنها يبقى تقيل، فهنا الجزئيه دي عندك هتبقى خفيفه، فانت لو عايز تتقل هنا هما يجي دور الجزء التاني اللي هما حاطينه لك في الكيس بتاعه. ده عباره عن ساند باج او ساند باكج. دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه مصنوعه من القماش كده، فابريك، فيها سوسته من هنا، بتفك السوسته دي وبيبقى عندك جوه زي جيب. تجيب ايه بقى كيس فيه رمله وتحطها هنا جوه وتقفل عليه
وهنا نفس الكلام، تجيب كيس فيه رمله وتحط جوه وتقفل عليه. ماشي. وجاي معاه هوك كده اهو، الهوك الازرق ده اوريهولك برده اهو، لوك ازرق كده. بعد ما حطينا رمله في الجزء اليمين ده والجزء الشمال اهي كده، وبتروح مشبوكه هنا كده ورا. لو عايز تشبكها تقدر انك تشبكها بس كده خلاص. فالكاميرا بتاعتك هتبقى في الناحيه دي، والرمله اللي انت حاططها في الناحيه دي، بحيث انها تبقى وزنه الستاند ما يميلش يمين او شمال. فاحنا عايزين نجرب نوصل عليه حاجه، ولكن انا عايز اوريك هو هنا انت بتركب فيها الكاميرا ازاي اصلا. دي عباره عن يعني زي مسمار كده، زي اللي بيبقى في الكاميرا بتاعتك من تحت، او لو عندك ترايبود صغير. خليني طب احط ده جنبي واشرح لك عليها عملي. طيب كده احنا بعد ما قربنا شويه، هفترض انها بتبقى موجوده ايه جنب المكتب هنا كده. ماشي. فاحنا بنتحكم في طبعا الارتفاع بتاعها زي ما نحب، انت ممكن تعليها او توطيها زي ما انت حابب. ماشي. ده هنا بتركب الموبايل علشان تصور من فوق الترابيزه. طيب انا اصور ازاي بقى؟ ادي مثلا الموبايل بتاعك، انا معايا جزء هنا في اللفه بتاعه المسمار دي، فبربطها هنا واعلق فيها التليفون. انا كده بقيت معلق دي من فوق. خليني اجيب فيديو واريكورد فيديو كده، ده اللي انت تشوفه من الكاميرا دي من فوق. طيب انا كده بصور بالطول. لو انا عايز اصور بالعرض، انا اللي معايا الجزء اللي معايا ده يخليني اقدر الف الكاميرا بالطول او بالعرض زي ما انا حابب. طيب لو انت معاك كاميرا بقى بروفيشنال زي اللي احنا بنصور بيها مثلا الدي اس ال ار دي، معاكش طبعا، مش هيبقى معاك جزء بيلف كده زي ده جزء ما بيلفش في معظم الاوقات. عشان كده في حل تاني عندنا اهو. خليني بقى ايه اوريهولك بالكاميرا بتاعت الايفون. ماشي. الجزء ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن باك بليت كده، بتخليك بدل ما تصور بالطول تقدر انك تصور بالعرض. بتيجي عباره عن 3 اجزاء. الجزء الاولاني وهو زي ما بنسميه مفتاح الانكيه، ومعاك مسمارين كده اهو، ده شكلهم. ماشي. ده شكل المسامير اهي. وعندك الجزء ده بيركب في الكاميرا من تحت، هركبه دلوقتي برضه اوريهولك. وعندك الجزء ده بيتربط هنا في الجنب، ده بيبقى شكله اهو. خليني اوريهولك برضه. بس كده هو ركب ثبت في بعضه. طيب هنوصل عليه الكاميرا او الموبايل ازاي؟ خليني اقول لك برضه، وخليني اوضح لك حاجه. الساند باج اللي ورا فاضيه، فده متين قوي بصراحه يا جماعه. بالنسبه لسعره 1200 جنيه، ده اقل سي ستاند في السوق دلوقتي. بتتكلم عليه مثلا في حوالي 4000 5000. ومش شرط تحط فيه اضاءه بس مثلا او كاميرا بس، ممكن تحط فيه اضاءه اللي هي الرينج لايت، ممكن تحط فيه مايكروفون لو انت بتحتاج مثلا تستعمل مايكروفون في الفيديوز بتاعتك. خليني اقول لك ان ده برده مش شرط يركب بالطريقه دي. ممكن دي بدل ما تبقى باصه لورا كده، كنت تخليها باصه لقدام، يعني هي مش هتفرق. انا بس ايه علشان اوريك على السريع كده بنركبه ازاي. فده كده بقى شكلها بدل ما الموبايل كان محطوط بالطول كده. خليني برضه افك دي الفها لك تشوفها اهو. ده شكل الموبايل بدل ما كان محطوط بالطول كده، لا بقى محطوط اهو بالعرض. واقدر اصور الترابيزه بتاعتي كده اهو بالعرض بدل ما كنت هصورها بالطول. فانا بس عشان معايا الجزء ده ادجستبل، بدل ما كانت الكاميرا بتصور كده اقدر اصور كده. فالبليد دي انت ممكن تجيبها ممكن ما تجيبهاش، ممكن تجيب الجزئيه برضو اللي بتلف دي او ما تجيبهاش براحتك. ولكن انت عندك بقى زوايا تصوير مختلفه. ممكن اصلا بالموبايل تصور كده على طول. لو انت بتصور نفسك عندك مليون طريقه تصوير مختلفه. فاوفر اول كمتانه وكبرودكت تعتمد عليه في تصوير البرودكتس بتاعتك، بصراحه البوم ستاند ده فكره جميله قوي. هتلاقيها موجوده عند ستورز كتير قوي زي مثلا الفخراني، زي كام ستور. انا جايبها من كام ماركت، اسمه كام ماركت على الفيسبوك هتلاقوه، او هتلاقيه باختصار على امازون. وسعره على امازون حوالي 1150 او 1100 جنيه. فبصراحه منتج تستثمر فيه فلوسك بكل قوه، وكمان بيوصل لطول جامد قوي. يعني انت بص اصلا مسافته يعني طويل والجزئيه دي كمان بتعلى عن كده. امبارح انا كنت ضربه في السقف هنا، لا مساحته طويله قوي. وبصراحه خاماته معدن بالنسبه للسعر بتاعه، فلا بصراحه سعره جميل قوي. اشجعك بصراحه انك تشتريه. ده البرودكت اللي كان معانا النهارده، البوم ستاند اللي هو FT501.
البرودكت ده بصراحه جميل قوي، يستحق انك تشتريه. سيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.